احنا النهاردة في عظمة التاريخ، مسجد الرفاعي. مسجد الرفاعي من أشهر المساجد الأثرية اللي موجودة في القاهرة، واللي تم إنشاؤه في القرن ال19، وده أول مبنى في العمارة الإسلامية اللي استخدموا في بنائه مادة الإسمنت، وده معناه نقلتهم للعصر الحديث. بالرغم ان مسجد الرفاعي امرت ببنائه خشيار هانم والدة الخديوي اسماعيل، الا انه ما تسماش على اسمها وتسمى باسم مسجد الرفاعي. مسجد الرفاعي من أغرب المساجد اللي ممكن تدخلها، لأن تصاميمها المعمارية الضخمة غاية في الروعة. وفي نفس المكان اللي فيه المسجد الحالي كان فيه مسجد قديم اسمه ذخيرة الملك، اللي اتدفن فيه الشيخ علي الرفاعي. خشيار هانم أسست المسجد سنة 1863، ولكنها ما سمتش المسجد بالاسم ده أو باسم علي الرفاعي، بس المسجد اتبنى نسبة لعلي الرفاعي، وده حفيد الطريقة الرفاعية اللي هو اتوفى قبل ما تبني المسجد أساسا. الشيخ علي الرفاعي حفيد شيخ مشايخ الطرق الصوفية، لما توفى اتعمل له مقام في المسجد. مسجد الرفاعي من أغرب المساجد اللي ممكن تقابلها، لأنه مش مسجد للصلاة بس، ده فيه كمان مقبرة للعيلة الملكية. هنا تم دفن خشيار هانم اللي أمرت ببناء المسجد، مسجد الرفاعي، والدة الخديوي إسماعيل، وتم دفن خشيار هانم والخديوي إسماعيل في مكان واحد. واتدفن كمان زوجات الخديوي إسماعيل الثلاثة، شهرة فازة هانم، وجينيار هانم أخت ديلي سيبس، وجشم هانم. والغريب إن قبر جينيار هانم كان عليه صليب وآيات قرآنية، يقال إنها كانت مسيحية وأسلمت. وكان في غرفة لقبر السلطان حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل، واللي اتدفنت جنبه السلطانة ملك مرات السلطان حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل. هنا بقى قبر الملك فاروق آخر ملوك مصر. اللي اتدفن في مقابر العيلة المالكة بعد عناء، وده غير قبر الملك فؤاد الأول. واتدفن في مسجد الرفاعي محمد رضا بهلوي، وده شاه إيران اللي كان متجوز فوزية هانم، دي بنت الملك فؤاد الأول. التصاميم المعمارية اللي اتصممت بيها المقابر دي كلها كانت بتتكلم عن عظمة البناء والعمارة الإسلامية القديمة. والزخارف الخارجية للمسجد على شكل صلبان، يقال إنها امتثالا لكنائس